بيبدأ الفيلم في محل لبيع القطع القديمة، وبيخش للمحل طيار اسمه بيتي وكان شايل لعبة على شكل قرد. وبيظهر صاحب المحل فبيسأل بيتي ايه الدم اللي على لبسك ده، فبيتي بيقول له الدم ده مش بتاعي وانا جاي علشان ابيع لك اللعبة دي. وبيقول له نصيحة مني بلاش تخلي القرد يضرب الطبلة بأي شكل عشان ساعتها ممكن تحصل كارثة. وبيكون باين على بيتي ان هو متوتر. فجأة القرد بدأ يطبل لوحده وبيتي بيقلق جدا، بس صاحب المحل ما كانش مدي اي اهتمام. وبمجرد ما القرد توقف في فار في محل اكل الحبل ده. التمثال ده اطلق سهم على صاحب المحل وسحب كل اشلاء الراجل من مكانها، وبيتي بيتصدم فبياخد اللعبة في الشارع وبيولع فيها. وبعد اللي حصل ده بيتي اختفى تماما، ومراته لسه اعتقدت ان بيتي ساب عيلته وعاش لوحده، وهي اصبحت بتربي عيالها التوأم لوحدها اللي هم بيل وهال. وهال ما كانش بيحب اخوه لان بيل بيعامل اخوه وحش. وفي يوم بيل وهال فتحوا دولاب ابوهم ولقوا حاجات كتيرة جدا ومنها لعبة القرد، وكان مكتوب على العلبة شغل المفتاح اللي ورا واللعبة هتشتغل. وبيل كان عاوز يشغل اللعبة، فهال بيقول لاخوه بلاش يشغلها، بس بيل مش بيهتم لكلام اخوه وبيشغل المفتاح. بعدها القرد رفع ايده بس ما ضربش على الطاولة، فهال وبيل اعتقدوا ان اللعبة بايظة. وتاني يوم الصبح لويس بتسيب ولادها مع المربية انجل علشان لويس خارجة في موعد غرامي. بس الغريب ان القرد كان قاعد في الكنبة اللي ورا، وهال بيستغرب بس بيعتقد ان بيل هو اللي حط اللعبة هنا. وانجلا بتاخدهم للمطعم، والطباخ كان بيعمل عرض بالسكاكين. وفي نفس الوقت القرد وهو في العربية ضرب على الطبلة. فجأة وبدون اي مقدمات السكينة فلتت من ايد الطباخ وقطعت رقبة انجلا وسط صدمة من الكل. وبعد ما خلصوا الجنازة لويس بتتكلم مع عيالها وبتقول لهم ان هي دي الحياة وكلنا هنموت في الاخر. فبالليل بيرقصوا علشان يغيروا من حالتهم المزاجية، وبيل وهال كانوا فرحانين. وتاني يوم في المدرسة كان في بنات مستنيين هال وبتنمروا عليه بسبب ان ابوهم سابهم لوحدهم وعاش لوحده. وهال بيكون مش عارف يرد عليهم لانه بيكون ضعيف الشخصية، وقلعوا البنطلون بتاعه سابوه يروح البيت من غير بنطلون. فدخل اوضته وهو متضايق فبيلاقي القرد موجود على الرف. فهنا بدأ يستغرب فبيقول لمامته هي ليه دخلت القرد ده في اوضته. فامه بتقوله ان هي ما عملتش كده. وهال ما كانش عارف ينام بالليل وبيفضل يفكر في القرد، وبيشك ان انجلا ما ماتتش في حادثة. والغريب اكتر ان هال وهو في المدرسة بيلاقي القرد في شنطته، وزمايله المتنمرين شافوه بيتريقوا عليه علشان جايب لعبة قرد معاه. وبيلي بينضم للبنات المتنمرة فبيجيبوا قفاز موز وبيرموه عليه. وهال بيكون في قمة الغضب فبيلاقي القرد على سريره، فبيكلم القرد وبيفضل يشتم في اخوه وبيتمنى اخوه يموت. وبيلف مفتاح اللعبة فاللعبة بتشتغل وبتبدأ تطبل. وبيل بعدها رجع البيت فبيكلم امه وبيسألها لو الاكل خلص، بس هي ما كانتش بترد عليه. وفجأة بتلف ورقبتها مقطوعة وبتموت. وبنفهم ان كل ما القرد يضرب على الطبلة بيختار شخص قريب منه وبيموته، ومش بيختار على مزاج اي حد. اللعبة بتختار بمزاجها وبتتعمل جنازة لويس، والدكاترة قالوا ان لويس حصل لها تمدد في الاوعية. وبيل كان مصدوم ونفسه امه تصحى وترجع تاني للحياة، وكان رافض يستوعب ان هي ماتت. وبعدها هال مسك ساطور علشان يكسر اللعبة. بيستغرب لما كسر دراع القرد ونزل منه دم، لكن مع ذلك ما توقفش ودمر اللعبة وتخلص منها تماما. بعدها العم تشيب والعمة ايضا بيتولوا رعاية بيل وهال بالرغم من انهم مش بيحبوا الاطفال، بس هم خدوهم معاهم ورايحين لمدينة كاسكو. وبيل ما كانش عاوز يقلع البدلة وبيكون معتقد ان في جنازة تانية هتحصل. وفي اول ليلة ليهم في البيت بيل بيبص من الشباك وبيتخيل بالقرد، ولما بيلف بيشوف القرد موجود في اوضتهم. وهال بيقولوا ان هو متأكد ان هو دمر القرد ده تماما، وبيحس ان القرد ده فيه سحر او تعويذة شيطانية، وربما هو يكون قتل امهم المربية انجلا. بس هال مش بيرضى يقوله ان هو شغل مفتاح اللعبة في اليوم اللي امهم ماتت فيه. وبيل بيقتنع بكلامه نوعا ما، ولانه ولد صغير وطايش بيقرر يشغل مفتاح اللعبة علشان يتأكد هي السبب في موت امه ولا لا. والنتيجة كانت ان عمهم تشيب يموت بعد ما داسوا 67 حصان في الغابة لما كان نايم في كيس التخييم. وهنا الاخين بيتأكدوا ان اللعبة دي ملعونة فبيقرروا يرموها في بير عميق، والحل ده بينجح فعلا بس مش للأبد. بس بعد 25 سنة اللعبة رجعت تاني لعمليات القتل. وفي ليلة من الليالي العمة أيضا صحت من النوم بعد ما حست ان في حد دخل بيتها، فبتتحرك بالمسدس وبتفضل تتفقد البيت. ونزلت البدروم بس ملقتش حاجة، ولما كانت طلعت تاني على السلم بيتكسر بيها وبتقع في صناديق السنارات، فبتخش الحمام علشان تعالج نفسها. بعد كده بتشم ريحة غاز فبتقرب من البوتاجاز، وفجأة النار بتولع في وشها وبتفضل تصرخ علشان حد يلحقها، بس للأسف محدش في البيت غيرها. فبتنزل من البيت وبتصطدم في اليافطة وبتموت العمة أيضا. أما هال في الوقت ده فكان شغال كاشير في سوبر ماركت، وحاليا بقى وحيد وعايش حياة مملة، وعلاقته بأخوه اتقطعت. وهال كان مبسوط بده لأنه ما كانش بيحب أخوه ومش بيكون عنده صحاب، وبيكون مش عايز يقرب من أي حد علشان
خاف القرد يرجع ويقتل اي حد قريب منه. بس كان عنده ابن مش بيشوفه غير مرة واحدة في السنة واسمه بيتي على اسم جده. وهال كان انفصل عن مراته ريبيكا وهي قررت تتجوز من شخص اسمه تيد، وتيد بيشتغل خبير في تربية الاطفال. وريبيكا بتقول لهال ان تيد هيتولى تربية ابنهم فمش من ضروري ان هو يزور بيتها. في البداية هال كان معترض على كلامها، بس تيد بيقوله ان هو خبير في تربية الاطفال فما يقلقش على ابنه خالص. وريبيكا بتقول لهال ان بيتي هيفضل عايش معاك اسبوع، فاستغل الاسبوع ده واعملوا ذكريات جميلة سوا لان بعد كده مش هتشوفه. بينما كل اشياء ومقتنيات بيت ايدا كانت معروضة في مزاد للي ياخدها، ومن ضمن المقتنيات المعروضة للبيع كانت لعبة القرد، وفي شخص اسمه ريكي بتعجبه اللعبة دي فبيقرر ياخدها معاه. بينما هال بياخد ابنه وبيقعدوا في فندق، وبيتي بيتكلم مع هال على المشروع اللي لازم يقدمه في المدرسة، وبيسأله هو عنده اخوات، بس هال بيكذب وبيقوله ان هو وحيد. وبعدها هال بيحلم بكابوس وبيحلم ان القرد بيقتله بالساطور، ولما بيفوق بيشغل التكييف وبيل بيرد عليه. في البداية هال بيكون مش عارف مين اللي بيكلمه، بس بيل لما شتمه هال عارف ان ده اخوه، ودي بتكون اول مرة يكلمه من 5 سنين. وبيل بيقوله ان عمتهم ايدا ماتت، والشرطة قالت ان موتتها كانت موتة غريبة، وعرف ان مقتنيات ايدا خرجت للبيع. وهو قلقان ان يكون في حد خد القرد لان القرد بيكون قادر يتنقل من مكان لمكان، فبيقوله ان هو يروح يفتش مقتنيات ايدا بسرعة. بس هال بيرفض وبيقوله ان هو مش فاضي وان هو قاعد اسبوع مع ابنه ومش قادر يضيع الاسبوع ده باي شكل. بس بيل بيزعق فيه وبيأمره يروح، وبيقول له ياخد ابنه معاه كأنه اخده في رحلة. وهال بيكون مش مقتنع بالكلام ده ومش مصدق ان القرد رجع بعد كل السنين دي. وفي نفس الوقت هال بيشوف بنت نازلة حمام السباحة، فبيل بيحاول يقنع هال ان هو يروح لبيت ايدا، وبيقوله ان القرد بيقتل اي حد قريب منهم، فحاول تتأكد ان محدش هيشغل المفتاح بتاعه علشان ابنك ما يموتش. بعدها بيقفل في وشه السكة. بعدها بثواني صندوق التكييف بيقع في حمام السباحة، والبنت اللي نزلت بتتكهرب واشلاءها بتغرق المكان. وهنا هال ادرك ان القرد رجع فعلا، فبيمسك المخدة وبيفضل يصرخ فيها. فبيصحي ابنه وبيقوله ان هما لازم يمشوا من هنا بسرعة، فبيحكي له بيقوله ان عمته ماتت، وبيقوله ان دي اللي ربته بعد ما امه ماتت، وانه لازم يروح بيتها علشان يظبط بعض الامور. بس هال ما كانش عاوز ابنه يجي معاه، بس بيتي بيرفض وبيكون عايز يروح معاه. وبيتي بيقوله ان هو الاسبوع دوت هيخلص وهيروح لامه، فهو مش عايز يضيع وقته وعايز يفضل معاه على طول الاسبوع ده. بعدها هال بيفتكر امه وبيحلم ان هو لما كان صغير وبيتكلم معاها، بس الحلم بيتحول لكابوس وامه وشها بينزل دم وبينفجر. وهال بيصحى في الفندق الجديد، فابنه بيخش عليه الاوضه، وبعدها بيتجهوا على بيت ايدا، فبيقابلوا موظفة عقارات اسمها باربرا، ودي كانت مسؤولة عن بيع بيت ايدا. وبتقول لهال اخوك بيل قال لي انك جاي، وساعتها بيتي بيتفاجئ لان هال قال له انه وحيد. فبيدخلوا البيت وباربرا بتحكي له ان في كذا واحد من سكان المدينه ماتوا في حوادث متفرقه، وكلهم بتكون بتحصل حادثه او حادثتين. في الوقت ده هال بدأ يتوتر وبيدور في البيت كله عن القرد، بس الباب ده ما كانش بيفتح. وهال بيحس ان باربرا هتموت دلوقتي، بس ملحقش فاهم باربرا اي حاجه. وباربرا بتستخدم كل ما المفاتيح لحد ما باب فتح، فبتقع عليها حديدة وبتموت، ودمها بيغرق هال ومش بيتبقى منها غير صباعها. وهنا بيتي بيتجول في البيت، فبيشوف صورة لهال وبيل وهم صغيرين، وبيعرف انهم توأم. وبالليل الشرطة بتيجي تحقق في اللي حصل، والشرطية بتأمر هال ان هو ما يمشيش من المدينة لحد ما التحقيق يخلص. بعدها هال بيفضل يبحث عن القرد، والتليفون بيرن وبيكون بيل اللي بيتصل، وهال بيحكي له على اللي حصل وان هو لسه ما لقاش القرد، واحتمال كبير جدا ان في حد خده لان الناس في المدينة بيموتوا بحوادث غريبة. فبيل بيقوله يروح يقعد في فندق لحد ما يكلمه تاني، وبيقفل في وشه السكة. فهال بيشك ان اخوه بيخطط لحاجة، وبيفتح دليل الارقام بتاعة المدينة، فبيدور على رقم متسجل باسم عيلته، بس بيلاقي حاجة غريبة. فبيلاقي حد متسجل باسم القرد، فبيقرر يتصل بالرقم ده، فبيلاقي رسالة صوتية بصوت بيل، فبيقول انه خلاص لقى لعبة القرد اللي بيدور عليها. وهنا هال بيبدأ يفهم كل حاجة، ان بيل خد لعبة القرد ومفتاح اللعبة، وهو اللي اتسبب في كل الحوادث اللي في المدينة. وبنروح لبيل اللي كان لسه لابس بدلة الجنازة، وبنعرف ان بيل وهو صغير ادرك ان هال شغل مفتاح اللعبة وقتل امهم. فبيل نزل البير علشان ياخد اللعبة لكنه ملقاهاش، وشاف المفتاح بتاعها بس، وفضل مستني طول السنين دي انه يلاقي اللعبة، لحد ما في سنة 2016 بيل لقى ورقة مكتوب عليها لف مفتاح اللعبة، ففهم ان دي اشارة ان اللعبة هتجيله قريب. وكان كل مكان بيروحه بيتخيل بوجود اللعبة، وبيل بيكون نفسه يلاقي اللعبة بأي شكل علشان ينتقم من هال ويموته، لانه معتقد ان هال هو السبب في وفاة امهم. وبيجهز بدلة الجنازة، وفي ليلة راح لبيت ايدا على امل انه يلاقي اللعبة، بس ملقاهاش. وساعتها ايدا صحت لما ظنت ان في حد اقتحم بيتها وحصل اللي حصل لها.
وبيل بعدها بعت ريكي علشان يحصل على اللعبة، وبيل لف المفتاح وأمر إن القرد يقتل هال، لكن اللي مات كانت البنت اللي نزلت حمام السباحة. ولما بيل حاول تاني اللي ماتوا كانوا سكان المدينة، وبيل خد قرار إنه هيفضل يحاول كذا مرة لحد ما الدور يجي على هال، وبيكون مش فارق معاه مين هيموت تاني. أما ريكي فكان بيخبط على باب بيل وبيقوله إن هو عاوز يشتري اللعبة منه علشان بتفكره بوالده، بس بيل اللي بيشتمه وبيأمره يمشي من هنا فورا. وريكي بيتعصب وبيرجع بيته وبيطلع سلاح علشان يقتل بيل. أما هال فبيقول لابنه إنه هيتصل بوالدته علشان يرجعه ليها لأنه مش في أمان معاه. فبيتي بيقوله إن هو كده مش هيشوفه تاني، بس هال بيقوله إن هو على الأقل هيكون في أمان. وبيتي بيتضايق لأنه بيكون عاوز يفضل مع والده، وبيرجعوا للفندق. وهال بيتصل ببيل وبيقوله إن هو عارف إن القرد معاه، فتوقف فورا عن تشغيل اللعبة لأن بسببه في ناس بريئة بتموت، وإن هو مش خايف على نفسه، هو خايف بس على ابنه. فبيل بيقوله لو عاوز ابنك يكون بخير هاته وتعالى وخليه هو يشغل مفتاح اللعبة بنفسه، لأن اللي بيشغل مفتاح اللعبة مش بيموت أبدا. وهال بيكون مش مقتنع بالفكرة، فبيل بيقوله إن هو ما قداموش حل تاني وإلا هيشغل مفتاح اللعبة واللي يحصل يحصل، وطلب منه ياخد قراره ويقوله، وبيقفل في وشه السكة. وهال ما كانش مهتم بكلامه وعاوز يرجع بيتي لأمه. فبيتي بيقوله هو ليه عامل نفسه مهتم بيه وليه أصلا خلفه طالما إن هو عاوز يبعد عنه. فبيقوله إن قرار خلفته خده وهو صغير وما كانش واعي، وبيتي بيتضايق أكتر من الكلام ده. فهال بيحاول يصلح اللي حصل، فبيقوله إن هو غالي عنده جدا وإن هو عاوز يبعد عنه لأن في حاجات غريبة جدا بتحصل ومش عايزه ينخرط فيها. وفجأة باب الفندق بيخبط وبيكون ريكي ولابس لبس الشرطة بتاع أبوه ورافع السلاح على هال وبيتي، وبيأمرهم يجوا معاه عشان يسترجع لعبة القرد من بيل. وبيأمر بيتي يتسلل لبيت بيل علشان يسرق اللعبة من غير ما بيل يحس. وهال بيكون مش قادر يعترض لأن ريكي رافع عليهم السلاح، وبيقول لبيتي إياك تشغل المفتاح اللي في ظهر اللعبة أبدا. وبيتي فهم إن اللعبة دي هي السبب في تصرفات والده الغريبة، وفعلا بيتسلل وبيخش البيت بيل. فبتحصل حاجة وكان هيموت، وده كان فخ من فخاخ كتيرة نصيبها بيل، بس بيتي خد باله من الفخوخ دي وعرف يتفاداهم كلهم، بس بيدوس على سلك بيوقع كورة بولينج، بس الكورة بتقع في جهازه وبتتوقف. بعدها بيتي بيشوف عمه مع لعبة القرد، وكان بيطلب من القرد يقتل الشخص المناسب. وبيتي بيسأله هو كويس، فبيل بيقوله ان هو مش كويس خالص، وبيطلب من بيتي خدمة صغيرة انه يشغل مفتاح اللعبة اللي في الخلف، وان دي مجرد لعبة مفيش حاجة يعني تدعو للقلق. وبالرغم ان هو الحذر ابنه ان هو ما يشغلش المفتاح اللي في اللعبة، بس بيتي بيوافق يشغله لانه ما عندوش فكرة عن العواقب اللي هتحصل. والقرد بيبدأ يطبل، وفي نفس الوقت جذع الشجرة اللي قدام عربية هال بيبدأ يتمرجح وبيطير خلية نحل. وريكي بيحس بحكة في شعره وبيحكها بالمسدس، ففي طلقة طايشة خرجت بس ما قتلتش حد، وبتيجي في ازاز العربية وعملت فتحة في الازاز. بعدها في نحلة خرجت من خلية النحل ووراها سرب من النحل دخلوا من الفتحة اللي في الازاز وهجموا على ريكي ودخلوا في بقه، والنحل قتل ريكي بطريقة بشعة. وهال كان سليم وخرج من العربية وبينادى على ابنه، وبيل بيأمر بيتي يشغل المفتاح تاني. ولما بيت رفض بيل خد منه القرد وضربه، فبيزعل القرد وبيأمره يقتل هال، وبيحاول ينزل ايده بالعافية علشان يضرب على الطبلة، بس القرد مش بيكون قادر. والقرد ضرب على الطبلة والاتنين طاروا بعيد، والقرد فجأة بدأ يضرب على الطبلة بسرعة شديدة، وده معناه عدد كبير من الناس هيموت. وبيل بدأ يسمع ناس من الجيران بتصرخ، ولما بص من الشباك لقى طيارة بتقع وبيوت بتولع وجثث ناس بتقع عنده في شقته وجثة عروسة. وهال بيدخل على اخوه، فبيل بيعترف ويقوله ان هو كان بيحاول يقتله بسبب ان هو كان السبب في وفاة امهم. وهال كمان بيعترف وبيقوله ان هو كمان وهو صغير حاول يقتله، بس انهم كانوا اطفال ومش في وعيهم، وزي ما امهم قالت هي دي الحياة وان كلهم هيموتوا. لكن هو تسبب بمذبحة في المدينة وموت ناس كتير ابرياء، فبيل بيندم على اللي عمله. فهال بيمدله ايده وبيقوله نرجع اخوات تاني، فبيل بيسلم عليه وبينسى الانتقام تماما. لكن القرد بيفضل يطبل كتير والفخاخ بتشتغل، وكرة البولينج طيرت دماغ بيل وفصلته عن جسمه. وهال وبيتي خرجوا اخيرا من المجزرة دي سلام، واثناء وهما ماشيين بيشوفوا جثث الناس اللي ماتت. وهال كان قرر انه يخلي القرد معاه علشان ما يقعش في ايد حد وتحصل عمليات قتل تاني. وبيتوقفوا في الاشارة وبيشوفوا راجل عجوز راكب حصان وبيطلع دخان واكنهم جايين من الجحيم، وبعدها بيتحركوا بالعربية. واخر حاجة بنشوفها كان اتوبيس مدرسة وكل اللي في الاتوبيس ماتوا في حادثة. وهنا بيخلص الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا لكم.